السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وتكون كل حاجة سهلة جدا وبسيطة جدا بالنسبة لكم ان شاء الله. النهاردة هنتعرف على 5 اختصارات في فيجوال ستوديو كود بيسرعوا من شغل كتير جدا، فحبيت النهاردة ان انا اعرفكم الاختصارات دي. فتعالى دلوقتي لأول اختصار ونشوف هو بيعمل ايه. دلوقتي افرض مثلا وليكن انا كنت عاوز اغير كلمة يوزر نيم دي، مثلا وليكن اخليها نيم. فلو تلاحظ ان انا عندي دلوقتي اكتر من كلمة، يعني اكتر من سطر. دي يوزر نيم 1 2 3 4 5، فمش شيء منطقي ان انا في كل مرة هروح معلم عند كلمة يوزر نيم واروح مسحها وامسح دي وانزل على اللي تحتها وامسحها والكلام ده كله. اكيد طبعا الكلام ده هيكون متعب جدا بالنسبة لي. طيب امال نعمل ايه؟ بكل بساطة كل اللي عليك انك انت هتعلم على الكلمة اللي انت عاوز تغيرها، وهتلاقي كل الكلام اللي تحت متشابه. فانت هتعلم عند كلمة يوزر نيم دي، وبعد كده تدوس على Alt مع كنترول. Alt مع كنترول وتنزل بالسهم او بالاسهم لتحت، فهتنزل 1 2 3 4. وانا دايس طبعا مع Alt وكنترول مع بعض. كل اللي عليا ان انا همسح الكلام ده واكتب مثلا وليكن كلمة نيم. فلو تلاحظ ان انا كتبت كلمة نيم في كل الاسطر اللي تحت. تمام. طيب يبقى الاختصار الاول اللي كان معانا وهو حرف الالت مع الكنترول، او طبعا لو انت في الماك فبتدوس على كلمة اوبشن مع برضو كنترول. طيب تعال نروح للاختصار التاني. الاختصار التاني في حالة ان انا كنت فاتح عندي ملفات كتيرة جدا او تابس كتيرة جدا، فانا مثلا ممكن افتح ده وادخل هنا مثلا وليكن افتح ده كمان وافتح ده وافتح ده، ويعني ايه كمية بقى الصفح اللي انا شغال عليها على فيجوال ستوديو كود. فلو تلاحظ ان انا فاتح حاجات كتيرة جدا، يعني فاتح ده كله، متخيل ده وده وده، فانا اكيد طبعا بشتغل في كل الصفح دي فعاوز اتنقل ما بينهم. فمش هفضل بقى ادور عليهم. طبعا انا اصلا يعني لو تلاحظ ان انا بحركهم كده، بحركهم ازاي؟ لو تلاحظ ان انا بحرك كده وبعد كده بدخل على السبلاش وبعد كده الداتا والاب بار والحاجات دي كلها، كل اللي عليا ان انا بدوس على الشيفت مع بكرة الماوس لورا او حتى لقدام. فلو تلاحظ ان انا بدوس على الشيفت مع بكرة الماوس لقدام او لورا. بس في حاجة احسن بكتير جدا من الموضوع ده، وهو كل اللي عليك انك انت بتدوس على كنترول مع تاب. كنترول مع تاب هيروح مطلع لك كل الصفح او كل التابس اللي انت فاتحها اوريدي، يعني اللي انت فاتحها حاليا. كل اللي انت عليه، كل اللي انت بتدوس عليه كنترول مع تاب، وبتفضل تدوس على التاب وانت دايس مع كنترول. فبيقول لك عاوز الصفحه دي، لو دوست على التاب تاني هيقول لك مثلا اسكار كارد دوت دارت اللي هو الصفحه انا شغال عليها مثلا وليكن، او هوم بيج او شير كارد. فلو سبت بس الكنترول هيروح فاتح لك اخر صفحه انت كنت معلم عليها. فكنترول تاب بيفتح لك كل الصفح اللي انت شغال عليها او التابس اللي انت شغال عليها، وبيقول لك انت عاوز تختار انهي واحده. وتقدر طبعا، بس خلي بالك ان انت لازم تفضل دايس على الكنترول. فممكن مثلا وليكن اقول له colors دوت دارت، ادوس عليها بس كده بالماوس، هيروح يجيب لي الصفحه دي اللي انا كنت شغال عليها. طيب افرض انا ما كنتش فاتح غير تاب واحده بس. فانا لو جيت دوست كده مع كنترول وتاب، فلو تلاحظ ان هو بيقول لي التاب الوحيده اللي انت فاتحها هي التاب دي. لكن انا عندي ملفات كتيره جدا. لو انا دوست كده على كلمه الاكسبلورر اللي بيبقى فيها كل الفايلز اللي انا شغال عليها، فلو تلاحظ ان دي كلها ملفات انا شغال عليها. افرض بقى انا عاوز ابحث عن الملفات او افتح حاجه حتى في الملفات اللي جوه دي، يعني مثلا عايز افتح colors.tart او حتى عايز افتح splash.screen او اي صفحه انا شغال عليها، اعمل ايه؟ كل اللي عليا ان انا ادوس على كنترول مع حرف البي، فبيفتح لك كل الحاجات اللي موجوده عندك في فيجوال ستوديو كود اللي انت شغال عليها اوريدي. ممكن تبحث عن حاجه، ممكن مثلا وليكن ابحث عن كلمه اسكار كارد، فهيقول لك والله دي الصفحه اللي فيها كلمه اسكار كارد، او دي صفحه يعني اللي انت عاوزها. فلو دوست عليها هيروح فاتح لي على طول التاب دي اللي انا شغال عليها. فكنترول بي بيجيب لك كل التابس اللي انت شغال عليها او كل الصفح اللي انت شغال عليها. تالت اختصار بقى معانا وهو افرض وليكن انا كنت عايز ابدل سطر عن سطر، يعني مثلا انزل السطر ده لتحت خالص. فكل اللي عليا اللي انا هروح جاي هنا كده وادوس كنترول اكس عشان ادوس قط، وبعد كده انزل تحت كده وادوس كنترول في عشان اعمل له بيست. فطبعا الكلام ده يعني مش منطقي ان انا هفضل بقى مثلا وليكن عايز اطلعه فوق تاني، فهروح دايس كنترول اكس وبعد كده اطلع فوق وادوس كنترول في. كنترول اكس دي يعني القط، يعني تقدر حتى تدوس كليك شمال وبعد كده تقول له هنا كلمة قط، هتلاقي حتى الاختصار بتاعها ايكوال او ان هو بيساوي كنترول اكس. فالموضوع ده مش منطقي. امال تعمل ايه؟ تقف عند السطر اللي انت عاوز تنزله تحت او تطلعه لفوق، وكل اللي عليك ان انا وقفت عند السطر اهو، هدوس على حرف الالت وبعد كده انزل بالاسهم لتحت او لفوق. فلو تلاحظ ان انا لو طلعت لفوق خالص هروح مطلعه اول سطر، طبعا ده وانا دايس على الالت.
كل اللي عليا ان انا بحرك الاسهم لتحت اهو، هنزله خالص تحت اهو كده او اطلعه لفوق، فبدل بقى ما تفضل تدوس كنترول اكس وكنترول واي وكنترول في والحاجات دي كلها. طيب الاختصار اللي بعد كده اللي الصراحه بستخدمه كتير جدا جدا جدا، ان انا لما باجي افتح الاكسبلورر ده فبدوس على كلمه اكسبلورر، عشان ده كل الفايلز اللي موجوده فيه اللي انا شغال عليه، على البروجكت اللي انا شغال عليه حاليا. فمش بفضل انا ادوس بقى كلمه اكسبلورر عشان يقفله وكلمه اكسبلورر عشان يفتحه. انا بعمل ايه؟ انا بدوس على كنترول مع بي، فلما ادوس على كنترول مع بي هيروح قافل لي الاكسبلورر ده لو كان مفتوح، ولو كان مقفول دلوقتي اقدر افتحه برضو بنفس الاختصار اللي هو كنترول بي، فكنترول بي افتح، كنترول بي اقفل. وبرضو الاختصار اللي بعد كده الصراحه اللي انا بستخدمه برضو كتير جدا، وهو افرض انا كنت عايز افتح الاوتبوت، او ان انا لما باجي كده ادوس ران هنا كده فبيظهر لي الشاشه دي. انا الشاشه دي لو نزلتها تحت خالص كده هكون عاوز افتحها. طب افتحها ازاي؟ كل اللي عليا يا باشا اللي انا بدوس على كنترول مع حرف الزال، فلما ادوس على كنترول زال هيروح فاتح لي التيرمينال ده، هدوس على كنترول زال تاني هيروح قافله لي، فبدل بقى بفضل ادور عليه تحت وافضل اشد لفوق واشد لتحت والكلام ده كله. وطبعا تقدر تفتح التيرمينال بتاعك بطريقه تانية، ان انت بتيجي هنا تدوس على كلمه فيو وبعد كده تنزل تحت خالص هتلاقي كلمة تيرمينال دي، حتى هو هنا بيقول لك الكنترول مع العلامة دي، والعلامة دي هتلاقيها عند حرف الذال، فلما تيجي تدوس على كلمة تيرمينال كده هيروح فاتح لك التيرمينال بتاعك. بس طبعا بدل ما تيجي عند فايل وبعد كده فيو والكلام ده كله، لا دوس كنترول زال افتحه او اقفله، كنترول زال افتحه تاني وبعد كده اقفله تاني. طيب افرض انا كان عندي فايل كبير جدا او فايل فيه اكواد كتيرة جدا، وكنت عايز ابحث عن كلمة معينة، مثلا وليكن انا كنت عايز ابحث عن كلمة هايت دي، فانا عايز اشوف الهايت دي موجودة كام مرة عندي في البروجكت بتاعي ده. طيب اعمل ايه؟ ادوس على كنترول مع حرف الاف، هتلاقي ان انا لو جيت قلت لك كده وتكتب، هتلاقي هنا فتح لك جزء كده بيقول لك اكتب فيه اللي انت عاوزه. فهقول له مثلا وليكن انا عايز كلمه هايت، فلو تلاحظ ان هنا طلع لي 1 و 4، يعني انا عندي اربع ارقام من الهايت ده. يعني ايه اربع ارقام؟ يعني الهايت دي انا كتبتها في المشروع ده او في الصفحه دي بالذات 4 مرات بس. طيب اول واحده هتلاقيه هو معلم عليها كده اللي هي كلمه هايت، طب عايز انزل على تاني واحده اشوفها فين؟ لو تلاحظ دي مكتوبه في السطر 33. طيب هطلع فوق هتلاقي في سهم بيقول لك اطلع لفوق او انزل لتحت. انا دلوقتي عند رقم 1، يعني دي اول هايت انا كتبتها في، او اول هايت ظهرت عندي في الصفحه دي. لو جيت نزلت كده هيروح منزلني عند الهايت التانية، لو اجي هنا كده هيروح منزلني عند الهايت التانية اللي في سطر 44. طب لو نزلت تاني هيقول لي الهايت التالتة عند اللي هي السطر 51 ده اللي هي الهايت التالتة. طب لو نزلت تالت هيروح قايل لي الهايت الأخيرة دي. طب افرض انا عاوز اعمل لهم ريبليس، يعني ايه اعمل لهم ريبليس؟ يعني ان انا ابدل كلمة هايت دي مثلا وليكن بكلمة ويدث او باي كلمة زي ما انا عاوز، بس طبعا تكون صح ككود يعني. طيب كلمة هايت دي ابدلها ازاي؟ هتلاقي في علامة السهم كده بيبص على الهايت، دوس عليه هيروح منزلها لتحت كده بيقول لك كلمة ريبليس، عايز تعمل لها ريبليس بايه؟ فهقول له مثلا وليكن بكلمة width. تمام. طيب قال لك هنا ايه؟ قال لك هنا replace enter، وقال لك هنا replace all. يعني ايه؟ يعني تعمل replace all لكل الهايت اللي موجودة عندك في الصفحة دي لويدث، ولا عاوز تعمل replace للهايت اللي انت معلم عليها دي بس؟ لا انا عاوز اعمل replace لكل الهايت اللي موجودة بكلمة width. فلما انا اجي ادوس عليها كده هتلاحظ ان كلمة width اتغيرت هنا وكلمة width اتغيرت هنا. ولو تلاحظ برضو ان احنا لو طلعنا فوق كده كانت في كلمة height في سطر 33 فاتغيرت برضو لكلمة width. يبقى تاني كده كل اللي عليا انا هشيل علامة الاكس كده فاقفلها. دلوقتي انا كاتب width يعني انا غيرتها لwidth، فانا ادوس على كنترول اف هقول له انا عاوز ابحث عن كلمة width، وبعد كده هنزل على السهم ده وهقول له اعمل لي ريبليس ليها او غيرها لي يعني، او بدلها لي بكلمه هايت. طيب بعد كده اعمل ايه؟ هتعمل لها ريبليس للاول؟ لا انا مش عاوز اعمل لها ريبليس للاول، انا عاوز اول حاجه اطلع للسهم لفوق فيقول لي فين اول كلمه ويتس كانت موجوده، فدي انا عاوز ابدلها، يعني كلمه ويتس اللي موجوده دي انا عاوز ابدلها. فهدوس على كلمه ريبليس فهقول له ريبليس. لو تلاحظ ان انا لو طلعت فوق تاني اهو، لو طلعت فوق تاني معلش طبعا لو انت شايف الكود ده صعب فمفيش اي حاجه، بس هنا كلمه ويتس اتغيرت لايه؟ لهايت. طيب هنزل تحت هتلاقي في كلمه ويتس عايز ابدلها اهو، هروح دايس على كلمه هايت او على الكلمه دي هيروح مخليها كلمه هايت. طب عاوز ابدل اللي بعدها، هو بينزل على طول على كلمه ويتس اللي بعدها، فاروح دايس عليها واقول له ريبليس، وبعد كده هقول له ريبليس، وبعد كده لو انت عاوز تغير الاتنين دولت مثلا ممكن نخليها كلمه هايت، وكده تمام 100 100. انا مش محتاج اي حاجه تانية بعد كده. تمام. يبقى
كل اللي عليا لما بدوس على كنترول اف بشوف الكلمه اللي انا عاوز اغيرها، او حتى ابحث عنها. ممكن انا كنت يعني انا مجرد بس اللي انا عاوز ابحث عن كلمه مثلا وليكن كونتينر، اي كلمه. فلما اجي ابحث عند كلمه كونتينر كده، والله هيقول لي انت اصلا مفيش نو ريزلت. ليه نو ريزلت؟ لاني بنسبه كبيره انا كاتب كلمه كونتينر غلط. بس انا لو جيت شفتها كده، لا هي صح، بس ممكن نقول له السي كابيتال عشان بس اللي هنا السي كابيتال. فيقول له والله انت عندك 2 في الفايل ده، اطلع لفوق. هنا بيقول لك 2 اوف 2، يعني دي اللي بيشاور عليها دي تاني واحده مكتوبه في الفايل. طب انا عايز اول واحده، اطلع لفوق هتلاقي ان هو بيقول لك دي اول واحده مكتوبه. طب انزل لتحت هتلاقي ان بيقول لك دي تاني واحده مكتوبه. تمام. فدي تعتبر معظم الحاجات اللي انا بستخدمها بشكل يومي في فيجوال ستوديو كود. وطبعا لو انت ما كنتش عارف ازاي تحمل فيجوال ستوديو كود، فاحنا عاملين هنا فيديو على ما اظن في 50 دقيقه، وكمان فيديو كمان بعديه 25 دقيقه او 30 دقيقه حاجه زي كده، بنتعلم فيه فيجوال ستوديو كود وبنعرف ازاي نحمله. حتى بنعرف ازاي نستخدم لغه سي بلس بلس ولغه بايثون، وكمان اتكلمنا على معظم الاختصارات الشائعه يعني فيجوال ستوديو كود في الفيديوهات دي، وحلينا كل المشاكل الموجوده. طبعا لو انت حابب تشوف الفيديو ده عشان تبدا تتعلم فيجوال ستوديو كود، اللي انصحك بيه جدا انك انت تبدا تتعلمه، بس مش في بدايه تعلمك للبرمجه. في بدايه تعلمك للبرمجه ابدا باي حاجه، وانصحك انك انت تبدا باونلاين كومبايلر عشان الموضوع يكون سهل. وبعد كده لما تاخد على البرمجه شويه تبدا في فيجوال ستوديو كود، او تبدا في اي اي دي اي تقدر تكتب عليه. فبس يا رب تكون استفدت من الفيديو ده، وما تنساش برضو تقول لنا تحت في الكومنت ايه افضل اختصار انت شفته في فيجوال ستوديو كود بالنسبه لك، او ان انت بتستخدمه دايما على طول عشان كلنا نستفاد. فيا رب تكون كل حاجه سهله جدا وبسيطه جدا بالنسبه لك. ان شاء الله ان شاء الله اشوفك في فيديوهات تانية جديد. بس ما تنساش بقى تعمل الحاجات الحلوه اللي انت على طول دايما بتعملها. يلا اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.